بارك الله فيكم. أنا أولا أرحب بالبسام وأذكر الله يرحب بك يا شيخ، طول أن عمرك. الحطيئة أثنى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في العراق، نعم، في قيادته للجيش في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: يسمو به أشعري طرفه سامي. يقول بس سامي في وصفه: وما رضيت بهم حتى رفدتهم من وائل الرهط بسطام بأصرام فيه الرماع. يقول: جمعت من طيء فيه ومن أسد ومن تميم ومن حاء ومن حامي، وما رضيت بهم حتى رفدتهم من وائل الرهط بسطام بأصرام. والقصيدة أعجبتني وإن كنت لست محيطا بكل مفرداتها، لكن فيها بعض ما هو موجود عندنا في الشعر الفصيح. مثلا ما ذكر أنه من الثلث الأخير من الليل وهو يقيمها. أي نعم. هذا مقصد للشعراء قديما. يقول في التحضير، نعم، أنه يبيت يسوي شعره صحيح. ويقيمه، يبيت يسوي شعره ويقيمه. وكذلك قول غيلان بن عقبة المنقري التميمي يقول: وشعر قد أرقت له بليل أجنبه المساند والمحالة. هذه القصيدة المشهورة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى. نعم. وكذلك لما وصل إلى المدح وذكر صاحب السمو الأمير، نعم، ذكرني بأبيات قديمة لشاعر قديم في أيام بني أمية. يقول في أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم، أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم. الله أكبر. الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ. فجعل الناس ذاك نسمعها مرة ثانية يا شيخ. متعلقون بالأسانيد. لا، نبي البيت. هو يقول: أصح البيت. أيوة. أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم، أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم. يا سلام، جزاك الله خير.